أبطال أولى إعدادي، أهلا وسهلا بيكم يا شباب. النهاردة هنحل مع بعض تدريبات درس تاريخنا أساس مستقبلنا، المتحف المصري الكبير، كتاب المدرسة أولى إعدادي، صفحة 53 54 55. ما تنسوش يا أبطال تدعمونا بلايك واشتراك في القناة. أول حاجة عندك هنا ضع علامة صح أمام الفكرة الرئيسية للنص. هتقولوا الفكرة الأولى: المتحف الكبير رؤية وطنية بتسعى لربط الحاضر بالماضي. طيب هنا بيقول لك دلل لي، هات لي قيمة من النص والدليل عليها وتوظيفها. أقول له مثلا قيمة العلم والمعرفة، زي ما قال في النص كده: مكتبة ضخمة متخصصة، وعلم المصريات ومراكز الأبحاث. قال لك هنا احرص على طلب العلم واستخدام المكتبة في البحث وتنمية معارفي. عندك التعاون والعمل الجماعي، الدليل عليها بيوفر فرص عمل في مجالات متعددة. عندك هنا أشارك زملائي في أنشطة المدرسة والمشروعات الجماعية. ده إجابة السؤال رقم ب. ندخل بقى يا شباب على السؤال الثاني. استمع للفقرة من نص تاريخنا أساس مستقبلنا وأجب بما يتميز المتحف الكبير عن غيره من المتاحف. هتقول يتميز بأنه متحف مخصص لحضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية القديمة، ويعرض قصة الإنسان المصري منذ فجر التاريخ. بين القيمة الاقتصادية العظيمة للمتحف الكبير. هتقول المتحف قيمة اقتصادية عظيمة، يسهم في جذب ملايين السياح من أنحاء العالم، وأيضا بيوفر فرص عمل في مجالات كالسياحة والفنون والخدمات، ويعزز الاقتصاد المصري. يبقى بيوفر فرص عمل في مجالات كالسياحة والفنون والخدمات ويعزز الاقتصاد المصري. استعين بمصادر المعرفة وحدد سمات الحضارة المصرية العريقة. هتقول إن الإنسان المصري القديم سابق الحضارات منذ فجر التاريخ، وقدم للبشرية حضارة عظيمة لا تزال تبهر العالم. دي صفحة 53 يا أبطال. يلا بينا يا شباب على صفحة 54. صفحة 54 بيقول لك هنا المتحف الكبير بيدعو رواده لإيه؟ هتقول له يدعو رواده إلى الصعود إلى مجد حضاراتنا العظيمة والتعرف على آثار الأجداد وعظمة تاريخ مصر. بيقدم للأطفال إيه المتحف الكبير؟ هتقول له برامج تعليمية بتعتمد على التفاعل البصري والسمعي والحسي ليقتربوا من التراث ويفهموا عظمته. فسر العبارة: المتحف المصري الكبير مرآة لحضارة ضربت بجذورها في أعماق التاريخ. هتقول له يعد صورة حية لحضارة مصر العريقة، فهو يجمع آثار الأجداد التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ منذ فجر الإنسانية، ليعرف الأجيال والعالم عظمة المصري القديم. يعد صورة حية لحضارة مصر العريقة، فهو بيجمع آثار الأجداد التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ منذ فجر الإنسانية، ليعرف الأجيال والعالم عظمة المصري القديم. بيقول لك هنا الأولى أعجبتني، وهي هتقول المتحف الكبير صرح حضاري. السبب لأنها بتبرز قيمة المتحف في حفظ تاريخ أجدادنا العظماء. الثانية بتدل على مصداقية المتحف، وهي بيضم المتحف الكبير أكثر من 100,000 قطعة أثرية. بيضم المتحف الكبير أكثر من 100,000 قطعة أثرية. الدليل إن هذه المعلومة واقعية وموثوقة وتظهر دقة المتحف في عرض الحقائق عن المتحف. ركن التساؤل. السؤال الثاني: كم قطعة أثرية بالمتحف الكبير؟ صف لنا على أي شكل بني المتحف الكبير
ما الهدف في بناء المتحف الكبير؟ وهل له فوائد اقتصادية بتعود على مصر؟ دي صفحة 54. يلا بينا أبطال على صفحة 55. صفحة 55 بيقول لك هنا اكتب عن المتحف المصري الكبير مستعينا بالمعلومات اللي ذكرت في النص. هتقول له يعد المتحف المصري صرحا حضاريا فريدا يجمع بين الماضي العريق والمستقبل المشرق، فقد أنشئ ليضم أكثر من 100,000 قطعة أثرية بتمثل تاريخ مصر منذ أقدم العصور، وفي مقدمتها كنوز الملك توت عنخ آمون. ويقدم المتحف للأطفال برامج تعليمية ممتعة تعتمد على التفاعل البصري والسمعي والحسي ليقتربوا من حضاراتهم بفهم وحب، كما يحتوي على مكتبة ضخمة متخصصة في علم المصريات ومراكز وأبحاث بتتيح للعلماء والباحثين خدمة التراث. إنه حقا مرآة لحضارة عظيمة ضربت بجذورها في أعماق التاريخ. يبقى احنا كده يا شباب كتبنا موضوع أو نص عن المتحف المصري الكبير واستعنا بالمعلومات اللي في الدرس. بيقولك الهدف من إنشاء العاصمة الإدارية، هتقول له على ضوء ما استمعت إليه هتقول له تخفيف الازدحام عن القاهرة، تحقيق التنمية الشاملة في مصر، بناء مدينة حديثة متطورة بتواكب متطلبات المستقبل. وفقا لتقارير أهم معالم العاصمة الجديدة هي الحي الحكومي، مجلس النواب، مسجد الفتاح العليم، كاتدرائية ميلاد المسيح، مدينة الثقافة والفنون، أطول برج في إفريقيا. هنا يا بطل هتقوله مصر تصنع المستقبل بإنشاء عاصمتها الإدارية الجديدة. هنا هتقوله الشعور اللي بيسيطر على الكاتب عند رؤية العاصمة الجديدة الانبهار. ستبدو مشهدا متناقضا. ما المشهد المتناقض ولما يعد متناقضا؟ هتقوله بسبب التكدس اليومي. ستصبح العاصمة الإدارية مخففا عن القاهرة في الزحام. وصلنا نهاية الفيديو يا شباب، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة حبايبي وفرحوني كده وشيروا الفيديو لأصحابكم. مع السلامة حبايبي، ربنا ينجحكم جميعا.